إيه الأخبار؟ بيقول إن كل شخص في الدنيا ديت بيبقى ليه شخص تاني مناسب ليه بنسبة 90%، بحيث إنك لو اتعاملت مع الشخصين دول أو كل واحد لوحده هتقول إن الاتنين دول المفروض إن هما يكونوا مع بعض. فمش كل حد بيرتبط أو بيتجوز بيعرف إن هو يكون شريك حياة كده، في الغالب بيكون في نسبة توافق ناتجة من المجتمع والأفكار والمشاعر، بس نادرا اللي بيلاقي الشريك اللي بتبقى نسبة التوافق معاه كبيرة بالشكل ده. بس هي بتحصل كتير، دول كأن روحهم واحدة. الجملة ديت أي حد بيقولها لما بيشوف اتنين مكملين بعض كأنهم واحد، حتى بنقول ان فيهم شبه من بعض رغم ان مفيش شبه اصلا، بس من كتر قربهم تحسهم ان هما شبه بعض جدا. فلما بيتقابلوا الاتنين اللي شبه بعض دول بتحس ان الكون كله بيتسخر علشان الاتنين دول يكتشفوا قوة الترابط والتوافق اللي بينهم عن طريق علامات واشارات كتيرة جدا. يعني احنا ممكن تسميها صدفة او قدر، زي مثلا انك تتقابل مع الشخص ويبقى اهم حد في حياتك، مع العلم ان كان من المستحيل انكم تكونوا تعرفوا بعض اصلا، لا انتم جيران ولا قرايب ولا حتى من نفس البلد ولا نفس الكليه ولا تمتدوا لبعض باي صله خالص، بس القدر جمعكم مع بعض. زي برضه لما تكون بتتكلم عنه مع حد وتلاقي بيتصل بيك فجاه، فبتفرح قوي بالصدفه دي، وحاجات اغرب واغرب من كده بتحصل. المهم ان الرابطه اللي بتبقى بين الاتنين دول بتتعدى كل الروابط الطبيعيه اللي احنا نعرفها، فما بتبقاش فكره حب ومشاعر او توافق مجتمعي والهبل ده، بيبقى توافق روحي، روح سالبه وروح موجب، وتقابلوا وكملوا الصوره. فيا حظه الحلو ويا بخته اللي يلاقي رفيقه الروحاني اللي لما نشوفهم مع بعض ما نقولش اللي دول يعني بيحبوا بعض او لايقين على بعض جدا، لا بنقول دول روحهم روح واحده. في جمله تانية حلوه بتقول لك ايه بقى؟ اللي ما يعرفش يبقى صاحب ما ينفعش يبقى شريك حياه. اكتر حاجه تطمنك على مستقبلك مع الانسان اللي هتكمل معاه الباقي من عمرك انه يكون صاحبك قبل ما يكون حبيبك، يعني تقدر تتكلم وتفضفض معاه براحتك من غير ما تخاف ان هو يفهمك غلط، او انك تخاف من رد فعله لو غلطت بدل ما يوجهك بلطف. وحتى لو زعل منك تتقبل انك انسان وبتغلط عادي، تحس انه شريكك في كل حاجه، وما تبقاش شايل العلاقه كلها على كتفك وتبقى انت المسؤول عن نجاحها لوحدك. ما يحطكش في وضع انك تدور عليه، بمعنى انك تبقى متاكد لو محتاجه معاك دلوقتي او حصل لك حاجه هتلاقيه اول واحد جنبك من غير ما تطلب ولا تدور هو فين. يكون بينكم امان ناحيه بعض، تناموا انتم متاكدين ان مفيش خوف، مفيش بعد، مفيش جد، حتى لو متخانقين مليون خناقه يبقى في مساحه كده تقدر انك تعبر فيها عن مخاوفك ومشاكلك وزعلك والتصرفات اللي بتضايقك، احلامك وطموحاتك، من غير ما يقلل من كل ده. تضحك معاه من قلبك بجد من غير تصنع، وتبقوا حياتكم مليانه هزار وفرحه اكتر من اوقات الزعل والخلاف اللي ما بينكم. تقول له صاحبك حبيبك تعب فيمسح التعب كله من على قلبك ويرسم لك ضحك. جينا بقى لاهم سؤال في الفيديو بتاعنا، وهو ليه برغم الحب بتحصل خيانه؟ مشكله متكرره في علاقات كتير جدا بيكون الطرفين ارتبطوا او اتجوزوا عن قصه حب كبيره، ومع ذلك تلاقيها بيحصل خيانه. ففي 5 اسباب ممكن تكون السبب في حدوث الخيانه برغم ان الحب اللي ما بين الطرفين دول قوي جدا. لو العلاقه بدات بصحوبيه عرفتيه مثلا عن طريق انكم كنتوا شله اولاد وبنات وحبيتوا بعض وبعدين اتجوزتوا، ليه افترضت انه هيوقف دوت بعد الجواز؟ طيب ما هو كان كده من قبلك، يعني ليه اصحاب بنات وانت كنت عارفه كده؟ ليه افترضت ان هو هيتغير؟ هل ده ممكن يكون سبب؟ الخيانه مش مرتبطه خالص بانك حلوه او مش حلوه، اللي بيخون مش بيخون علشان ليك واحده احلى منك. جرب تشوفيها من بره، لو شلناك وحطينا اي حد تاني مكانك هل هيخونك برضه ولا لا؟ لما بدات العلاقه ديت من البدايه هل كنتوا مدركين انكم شخصين مختلفين وكل واحد ليه افكاره وتعاملاته، ولا التعامل ان كل طرف عاوز الطرف التاني يعمل اللي هو عايزه ومتخيل انه هيتغير ويتاقلم حسب طريقه تفكيرك وتربيتك وتعاملك انت؟ معنى الحب بالنسبه لنا ايه؟ الحب تقبل قبل اي حاجه، ان يقبل الطرف التاني بعيوبه قبل مميزاته، فلو خرج عن السياق او خان فغلطته الاساسيه مش في حقك انت، غلطته الاساسيه مع ربنا. فلازم كل طرف يكون مدرك ان هو ملوش حكم على الطرف التاني، انا ماليش حكم عليك كبني ادم الا بالمحبه، انك لا تهدي من احببت. واتمنى ان يكون الفيديو عجبك، لو فعلا عجبك ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وحاول انك تعمل شير والحاجات الحلوه ديت. احنا هدفنا ان احنا نعمل توعيه عند الناس ونوصل لهم يعني مفهوم جديد عن الحب، عن الجواز، عن الارتباط، عن الحياه النفسيه. فشجعنا وشير الفيديو. سلام.